نسمة، نسمة حبيبتي، وحشتيني 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 قوي، وحشتيني قوي قوي قوي. كده يا همام؟ أنا غلطانة إني جيت لك. ليه تقولي كده؟ طب ده أنا حتى جيت قبل منك، بس كنت براقب المكان لا يكون حد شايفنا ولا حاجة. ما تخافش، أنا واعية زين، أنا مش ناقصة حد يتكلم عني تاني. ينقطع لساني أي نفر يقول كلمة عنك يا بنت حسان. ده أنا عمري في حياتي ما شفت أشرف ولا أطهر منك. علشانك دي اتهجمت عليا، كاني واحدة رخيصة ملهاش كرامة. واه، مين قالك ده؟ طب ده اللي انت ما تعرفوش يا نسمة، ان كرامتك عندي اعز واغلى من كرامتي. لو كلامك صح كنت صنت حرمتي. حاولت يا نسمة، حاولت لكن ما قدرتش. ما قدرتش اشوفك في حضن راجل تاني يا نسمة. انا طول عمري عارف ان انت ملك لوحدي، والدليل على كلامي ده ان ربنا حفظك ليا. وانا ربنا حفظني ونسيك انت؟ كفايه ان ربنا حفظ قلبي وما دخلتوش واحده غيرك. يا فرحتي بقلبك، معود لي وفضلك عيلين والتالت في السكه في بطن جميله. وايه يعني؟ هتجوزك واخلف منك 2 و3 و10 كمان. هنغلب في وكلهم ولا هنغلب في شربهم؟ وبعدين عيالك هيكونوا الاقرب لقلبي. عارفه ليه؟ عشان منك انت. ما تحلمش، مفيش حد عندنا هيوافق، لا اخوي مناع ولا عمي ناجي. يا حبيبتي انا عشان خاطرك اعمل خدي مداس المناع واتنزله عن كبرانية الناجع كمان، واكون اول واحد يطيع اوامره. خلاص منك ليهم تصطفوا، بس خد بالك مناع اخويا اهون بكثير من عمي ناجي، وعايزاك لما تشوف اخوي تبقى تقول له على العشره اللي كانت بينكم علشان قلبه يحن ويوافق. يا نسمة يا حبيبة قلبي، انا المهم عندي رضاك انت، وان كان على مناع حمليه علي. مالكيش انت صالح، انا اعرف كيف اقنعه. انا رضاي من رضا اخوي وما عنديش كلام تاني اقوله. رايحه فين يا خلع قلبي؟ هروح، انا مش ناقصه حد يوعالي والدنيا تخرب. طب مفيش تصبيرك دي على ما اشوفك تاني؟ اختش يا همام، بطل قلة حي. انا قصدي يعني ياخد منك ميعاد تاني. لا انت مالكش امان، انا خايف على نفسي منك. خاف على نفسك مناني؟ ده انا افديك بروحي يا نسمة قلبي. بس وانا مش ناقصه حديد من اي مخلوق. ما حدش يقدر يتكلم عنك كلمة واحدة. تعالي تعالي يا حبيبة قلبي، تعالي. على مهلك على مهلك، كل يوم يا نسمة انا هستناك هنا. اركبي. انت حر، عايز تستنى استنى، بس انا ما بجيش الا مره واحده في الاسبوع. اركب يا حبيبتي، منين ما تيجي هتلاقيني مستنيكي يا نسمة قلبي، يا نسمة روحي. تعالي يا نسمة هوصلك للوادي. وصلني. يلا. السلاح دي لا يمكن يدخل لعيلة حسان حتى لو عايطير فيها رجال. لا اله الا الله، ده ايه الحديث الماسخ ده؟ ما بقيش الا انت يا شوقي عشان تتكلم نيابه عن البندريه. ما دام كبرنا مش موجود، اي راجل من العيله يدافع عن حقه. هو كان حد داس لكم على طرف؟ افهموني كلكم، السلاح ده مش للقتل، السلاح ده عشان نحس بالامان ونحمي نفسنا من الغدر والغدارين. وانا بالنيابه عن العبايده كلهم بقول ان السلاح ده مش هيدخل النشا الا اذا توزع علينا واحد بواحد. السلاح قدامكم اهو، واللي يقدر على ثمنه يشتريه. وعايل لي الحديث ولا لا؟ السلاح ده سلاحنا وجاي لنا مخصوص ودافعين حقه بالمليم. وكتاب الله ما يكون السلاح دي هيتقسم علينا يا اطلع برا النجي. يا بندريه هتفوتوا عيله حسان تشتري سلاح تحطوا على رقابكم؟ يا اخوانا مش معقوله الفوضى اللي انتوا فيها دي. المفروض العائلات كلها تجتمع وتحدد ايه هم اللي عايزينه في هدوء وبعقل، وهي قاعد فيها عقل. اسمعوني كلكم، هم عايزين يشرطوا كتير. هم كلمتين هنقولهم ويبقى جزره وقطمها جحش. السلاح ده انا اللي طالبه وطالبه ليكم كلكم عشان تحموا بيه زرعتكم، مش عشان تقتلوا بيه بعض. يتقسم بالعدل بينا. يا اخوانا السلاح ده جاي للنجع كله ومش هيتفرق الا في ساعة الخطر بس ويرجع يتلم تاني. بس السلاح ده لازم يكون تحت امر راجل واحد. لازم تجتمعوا وتختاروا مين هو الراجل ده. موافقين؟ موافقين. يلا اتفضلوا.
غير كبرنا يا شوقي؟ استعجلوا من عند الجبل. لا، اياك تقعد هنا، ده مكان اخوي حسان كبير النجع. انا اسف، مش قصدي يا رجاله، مش قصدي. اقعد يا خواجه مع البندريه لحد ما همام يجي. ما تقولوا لنا جمعنا ليه ولا احنا مواشي؟ قول الجدع بيبطل تصوير، سيب المدعوك اللي في يدك دي. اصبر بس يا عم لحد ما همام يجي عشان الكلام يخلص مره واحده. اهو جاهو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبي ما تاخذوش رجاله حبيبي وصاحبي. اقعد يا همام. اتفضل يا عمي. دلوقتي اسمعوني كلكم. انا شايف 3 كراسي في الوسط كده، مش عارف دول بتوع مين. ده بتاع مين؟ حسان الله يرحمه. وده بتاع مين؟ الله يرحمه. وده بتاع مين؟ عباد الله يرحمه. يعني كلهم ماتوا، ومن ساعتها ما اجتمعتوش في المكان ده لأن عيلة حسان سابت زراعة الحشيش، ومن ساعتها مش لاقيين حاجة يتفقوا عليها معاكم. كلام زين، لكن هم دلوك رجعوا لأصلهم. رجعوا لأصلهم بس مش هنرجع زي زمان. احنا هنشيل الكرسي ده وهنشيل الكرسي ده، هيفضل كرسي واحد اللي هيقعد عليه هو اللي هيراعي مصالح النجع كله بدون تفرقة، وهيبقى هو ملك النجع. ومين اللي هيبدي عينه على علم؟ اللي هتختاروه هو اللي هيبقى ملك النجع. مفيش حد ينفع للكرسي ده غير واحد من الاتنين، يا اما مناع يا اما همام. صح؟ كل عيله تختار واحد منها ونعود نختلفوا تاني. ايه هو ده؟ وايه رايكم؟ انا بنفسي اختار مناع يكون كبيرنا، يكون ملك النجع كله. بس بطلوا حديث. كلنا عارفين قيمة مناع، هو الوحيد اللي بيعرف يطبخ الطبخة ويبيع الحشيش، وفوق ده وده عقله صاحي وواعي ومتعلم وحقاني. بالساعة دي يا مناع هتكون انت كبيرنا وملك الجبل. يعيش مناع ملك النجع! يعيش مناع ملك النجع! يعيش مناع ملك النجع! يعيش مناع